كلمتين هقولهم لك تحمي بيهم نفسك وبيتك وولادك من الحسد، تنقذ بيهم نفسك، أمك، أبوك، أختك، أخوك، زوجتك، ولادك، أي حد عزيز عليك من الموت. وناس كتيرة قوي ماتت بسبب الحسد، ومحدش لحقهم أو ساعدهم لأن هم ما كانوش فاهمين إيه اللي كان بيحصل معاهم. تلاقي الناس قريبة منك جدا فجأة مرضوا، حالهم اتغير وبيسوء كل يوم أكتر من أكتر، لحد ما لا قدر الله ممكن يموتوا، واحنا مش متخيلين ان السبب في كل اللي حصل لهم هو الحسد. طب هو الحسد ممكن يموت؟ اه، الحسد بيموت. ولو مش مصدق اسمع القصة دي. في مرة صحابي اسمه سهل ابن حنيف وهو ماشي لقى مكان لقى فيه مية، فخلع ثيابه واغتسل منه. ومر عليه الصحابي عامر ابن ربيعة، ولما شافه انبهر من جماله رضي الله عنهم وأرضاهم، وقال له ايه لونك الجميل ده؟ اصله كان ما شاء الله ابيض وجميل جدا. وبعدها مفيش لحظات وسهل بن حنيف تعب جدا ومرض جدا جدا، والصحابة كانوا متضايقين عشانه قوي، واخدوه وراحوا بيه للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا فزعين من اللي حصل له. ساعتها النبي صلى الله عليه وسلم اول ما شافه عارف انه محسود، فقال لهم عليه افضل الصلاة والسلام: من تتهمون به؟ النبي قال لهم: انتوا شاكين ان في حد حسده؟ الصحابة قالوا عامر ابن ربيعة، وحكوا الموقف اللي حصل ما بينهم للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي رد عليهم وقال لهم وهو زعلان جدا: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ ليه؟ ليه الأخ يقتل أخوه بالحسد؟ وعشان ما تتكررش المأساة دي النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة، صلى الله عليه وسلم. وتفاجئ عمار برضي الله عنه وأرضاه باللي حصل لسهيل. أصله ما كانش مصدق إنه ممكن كلمتين يقولهم شكل عفوي ممكن يعملوا كده في صديقه وصاحبه، فما بالك لو كان الشخص ده بيحمل لك ضغينة؟ ممكن إيه اللي يجرالك؟ وكان ساعتها متضايق جدا على صاحبه. واول ما النبي صلى الله عليه وسلم جابه وامره انه يتوضى بميه فنفذ فورا. كان نفسه صاحبه يخف، كان نفسه يقوم بالسلامه. وبعد ما صبوا الميه على سهيل وخلوه يغتسل بها سبحان الله زالت الغمه واتكشف البلاء عن سيدنا سهيل وخف من مرضه. والقصه دي رساله لنا كلنا، عشان لو لقينا حد من حبايبنا حاله اتغير فجأة بعد ما كان زي الفل بس من غير أي أسباب واضحة، وده حصل فجأة ليه، خاصة لو كان التغيير ده في صحته، لازم ترقيه وبسرعة. لأن المشكلة إننا ما بنكونش عارفين مين اللي حسدنا، وأوقات كتيرة ما بنتخيلش أصلا إن اللي حصل لنا ده حصل بسبب الحسد، وبنجري على الأطباء وبس. لكن الشخص المحسود ساعتها محتاج للرقية الشرعية عشان يزيل أثر العين عنه، وبرضه في نفس الوقت ناخد بالأسباب ونروح للأطباء، مفيش مشكلة خالص. وكمان حتى لو احنا عارفين مين الحاسد صعب جدا اننا نطلب منه انه يتوضى، لان الطلب ده هيتقابل بالرفض والانكار ويمكن كمان بالهجوم ويعمل مشكلة كبيرة. فانتبهوا يا جماعة، لان ناس كتيرة حوالينا راحت بسبب الحسد واحنا مش عارفين. ولو كان اللي حواليهم انتبهوا وكانوا ممكن ينقذوهم بسهولة جدا. ولو انت لسه مش مصدق ان العين ممكن تموت، اسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه في الحديث الشريف. قال صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. وكمان قال صلى الله عليه وسلم: لو أن شيء سابق القدر لسبقته العين. تخيلين؟ أحاديث كتيرة قوي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم فيها عن العين وحذرنا فيها من الحسد. وخلي بالك مش الناس بس اللي ممكن تحسدك، انت كمان ممكن تحسد نفسك. فلو انت شفت عندك حاجة حلوة، اعجبت بنفسك، بمالك، بأي حاجة عندك او عند اخ او صديق ليك، لازم تدعي ليه بالبركة عشان ربنا يحفظه من العين. يبقى خلاص احنا ملناش حجة، لازم نحصن نفسنا ولساننا يكون رطب بذكر الله عز وجل والدعاء بالبركة لينا ولغيرنا. ربنا يا رب يحفظنا جميعا ويحفظ لنا حبايبنا من العين والحسد. الفيديو ده بقى بالذات لازم تعمل له شير لعلك تكون سبب في إنقاذ شخص من الموت محسود. بحبكم في الله، هدية محمود.